كل لتر يا جماعه نحط عليه قرص واحد زي ما احنا قلنا بالطريقه دي كده، وابدا اقدمه للحمام بتاعنا. كده بحافظ على الحمام بتاعنا من الامراض البكتيريه او الامراض الفيروسيه اللي هي منتشره في فصل الصيف، اللي هي اهمها طبعا الروشه والامراض البكتيريه اللي هي ممكن تقلب معانا بعد كده بهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير وسعاده. ان شاء الله النهارده هنتكلم على ان ازاي احافظ على الحمام بتاعي من الامراض البكتيريه والامراض الفيروسيه، خاصه اللي هي بتبقى منتشره في فصل الصيف. درجه الحراره بتبقى عاليه، عايز ارطب على فرد الحمام بتاعنا، عايز اخفض من درجه الحراره بتاعته. في الامراض الفيروسيه اللي هي بتبقى منتشره زي الروشه، بنلاقي برضو عندنا اثناء درجه الحراره ما بتبقى عاليه ممكن فرد الحمام بتاعنا يجيله هزه نتيجه الاسهالات، السالمونيلا، الكلام ده، الاجهاد الحراري اللي هو بيجي لفرد الحمام بتاعنا. فعايز انا اخفض من درجه الحراره بتاعته، فلازم ان انا استخدم في الوقت ده اللي هو الفيتا سيد، اقراص الفيتا سيد فيتامين سي. بجيبه من الصيدليه البشريه، هو يا جماعه ثمنه حوالي 16 جنيه. منتج مهم جدا مع الحمام بتاعنا، رافع مناعه قوي، يرفع بصراحه مناعه فرد الحمام بتاعنا، بيحد من الامراض الفيروسيه اللي هي في فصل الصيف. يعني الحمد لله انا طبعا لما بشتغل بيه لا بيجي لي طبعا روشه ولا هزه. طبعا الهزه ممكن تيجي نتيجه ارتفاع درجه الحراره اللي هي ممكن تسبب اسهالات، الاجهاد الحراري اللي انا بتكلم عليه، وبعد كده تبدا معايا ان هي تبدا تشتغل معايا بهزه. طبعا انا اشتغلت بيه والحمد لله عن تجربه. هو قرص واحد بس يا جماعه بحطه على كل لتر ميه، بيجي بالطريقه دي كده العلبه بتاعته. بفتح اهو بلاقي قرص كبير، قرص واحد على كل لتر ميه. ممكن تستخدمه لوحده، بس انا بفضل ان انا اشتغل معاه بخل التفاح عشان طبعا احد من الامراض البكتيريه اللي انا اتكلمت عليها في اول فيديو. في نفس الوقت برفع مناعه فرد الحمام بتاعنا. طبعا احنا عارفين خل التفاح له فوائد عظيمه جدا، وكنا اتكلمنا عليها قبل كده في فيديوهات كتيره جدا. اهمها طبعا ان هو بيساعدني في الانتاج، لانه بيزيل كل الدهون اللي على المبيض بتاعه الاناث خاصه، وطبعا بيشتغل معايا كرافع مناعه برضو مع الحمام بتاعنا. زائد ان هو من الاحماض بيقتل اي بكتيريا ضاره داخل معده فرد الحمام بتاعنا. يبقى لو انا استخدمته مع خل التفاح زي ما احنا بنقول كده هضرب عصفورين بحجر. اول حاجه هشتغل معاه امراض بكتيريه، تاني حاجه هشتغل معاه امراض فيروسيه، والاثنين بيشتغلوا معايا برافع مناعه قوي جدا مع الحمام بتاعنا. يعني لو انا عندي مسا زي دي، المسا دي حوالي 4 لتر، انا حاطط هنا حوالي 3 لتر. كل لتر يا جماعه نحط عليه قرص واحد زي ما احنا قلنا. ادي واحد، اتنين، وادي القرص التالت زي ما احنا شايفين كده. طبعا بدات الاقراص تفور بالطريقه دي كده. هبدا احط عليها خل التفاح اللي احنا اتكلمنا عليه. هحط حوالي 10 سنتي خل تفاح على التلاتة لتر دول بالطريقه دي كده اهو يا جماعه. الغطا ده زي ما احنا قلنا حوالي 5 سنتي بالطريقه دي كده، وابدا اقدمه للحمام بتاعنا. برتب على الفرد بتاعنا، وزي ما قلنا كده خل التفاح طبعا بيقتل اي بكتيريا ضاره داخل معده فرد الحمام بتاعنا، لان البكتيريا لا تتعايش مع الحمض. وخل التفاح زي ما قلنا ان هو من الاحماض. زائد ان انا برفع مناعه فرد الحمام بتاعنا بالفيتا سيد جيم اللي اتكلمنا عليه في اول الفيديو. كده بحافظ على الحمام بتاعنا من الامراض البكتيريه او الامراض الفيروسيه اللي هي منتشره في فصل الصيف، اللي هي اهمها طبعا الروشه والامراض البكتيريه اللي هي ممكن تقلب معانا بعد كده بهزه. اشتغل مع الحمام بتاعنا من 3 ايام ل 4 ايام في الاسبوع، مفيش فيها اي مشكله، مش مضر، بل بالعكس احافظ على الحمام بتاعنا من الروشه واخفض درجه حرارته، ومش هيجيله اجهاد حراري طول فصل الصيف. وبكده يا جماعه بكون نهايه الفيديو بتاعي معاكم. يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.